السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تستافدوا منه. فيديو اليوم غادي نتكلموا على التهاب اللسان. التهاب اللسان بخطرات كيكون في الأطفال وكيكون حتى في الناس الكبار، كتكون واحد الطبقة سواء حمراء وكيحس حمراء ولا بيضاء، وحتى داك المريض كيكون كيحس انه لسانه مسلوخ وفيه حريق، يعني حتى الا تناول شي حاجه حامضه ولا شي حاجه كتحرقه يعني، وكتكون فيه حبوب. المهم بالنسبه لالتهاب اللسان او الحلق او الفم واللسان بالضبط اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. غادي نشدوا اوراق الزيتون. اوراق الزيتون كنعرفوا انها متواجده في اي حي، في اي زنقه ممكن نلقاو اشجار الزيتون، نجيبوها خضراء، يا حبذا الا لقيناها خضراء ولينه، ممكن ندقوها واخا لينه، ممكن نديروها يابسه بحال هذه. المهم اوراق الزيتون، ولا هذاك الشخص اللي مريض سواء صغير ولا كبير لا بغى يمضغها بين ضروسو مزيان ويحطها على لسانه واحد المده قليله، راه كتعالج الالتهاب ديال اللسان. ويعني نديروها ماشي مره واحده، نديروها في مرات متتاليه في كل وقت حتى يتحيد هذاك الالتهاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.